وتحذير مهم جدا ان الساعه دي نزل منها برضو تقليد، هي تقليد فهي تقليد التقليد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا الناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين، انت لسه ما عرفتش ان في 3 مهم لازم تعملهم، هم اللايك والشير في القناه، وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا انزله. فيديو النهارده طبعا هنتكلم عن السمارت ووتش برضو، لان احنا ماشيين في مسيره السمارت ووتش، يعني الحمد لله جايبه مشاهدات كويسه، فالدنيا ماشيه معاكم يعني، وفي لسه ناس بتسال على سمارت ووتش وعلى البرامج بتاعتها، فهنكمل برضو في حكايه السمارت ووتش السلسله دي. فالسمارت ووتش اللي هنتكلم عنها هي سمارت ووتش مشهوره جدا، او في كلام كتير قوي عنها في السوق، وفي ناس كتيره بتسال عنها. فالسمارت ووتش اللي هنتكلم عنها النهارده هي الاتش كي 8 برو ماكس. طبعا هي اسمها طويل شويتين، فهي دي شكل العلبه بتاعتها، هي مش مكتوب عليها اي حاجه غير اسمها من بره هنا كده، والعلبه كلها بيضه. بصراحه ما كنتش اجيب الساعه دي خالص لان سعرها عالي حبتين، فناس كتير قالت لازم نشوف الساعه دي نظامها ايه، وبرضه انا جالي شويه فضول كده اعرف الساعه دي نظامها ايه، او ايه اللي بيخليها عاليه في السعر، ايه اللي بيميزها، فحبيت ان انا اشتريها واشوف النظام بتاعها عامل ازاي. فتعالوا ما نضيعش وقت ونفتح الساعه دي ونشوف الامكانيات بتاعتها عامله ازاي. وتحذير مهم جدا ان الساعه دي نزل منها برضه تقليد، هي تقليد فهي تقليد التقليد. طبعا اول ما نفتح الساعه كده ونشوف ايه الموجود معاها المكونات بتاعتها، هتلاقي الورقه اللي قدامك دي اللي هي مكتوب عليها اسم الساعه، طبعا بيكون مكتوب جواها البيانات او حاجات بسيطه جدا عن السمارت ووتش او عن البرنامج اللي هيشغل لك السمارت ووتش دي. والبرنامج طبعا هو وير فيت برو، زي ما قلت لك قبل كده. وير فيت برو ده برنامج بصراحه ممتاز جدا لان فيه امكانيات كتيره جدا. فانا سايب لك طبعا اللينك او فيديو احنا عملناه قبل كده هنا او هنا في علامه الاي، فشوف لو انت حابب برضو تعرف ازاي تحط صورتك على السمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش تانية بتشتغل على برنامج وير فيت برو. تاني حاجه هنقابلها طبعا هو الاستراب بتاعها، طبعا نفس الشكل الالترا اللي اتكلمنا عنه اللي هو الاكس 8. فالستيك برضو نظام عادي جدا، ان احنا ممكن نجيب اي ستيك يعجبنا قبل كده، يعني مثلا عندك الوان كتير مختلفه بنفس النظام، بس الفكره ان هي سعرها غالي شويه لان هي حاجه لسه جديده، فطبعا هترخص مع الوقت. تالت حاجه هنتكلم عنها وهو الشاحن بتاعها. طبعا الشاحن بتاعها وايرلس، فبرضه لو زي ما قلت لك باظ منك فممكن ان انت تجيب غيره او ممكن ان انت تستبدله. فالنظام كله بما فيه ان انا عايز اقول لك ان انت دايما حافظ على الشاحن ده، عشان هو اهم حاجه في الساعه نفسها، لان انت مش هتقعد تلف على شاحن عشان تدور ان هو يشتغل على ساعتك. فحافظ دايما عليه، وهات له راس شاحن تكون ضعيفه شويه، ما تكونش حاجه عاليه، يعني ما تكونش بتدعم الشحن السريع. اخر حاجه نلاقيها طبعا هي السمارت ووتش نفسها، ونتكلم بقى شويه كده ونشوف ايه التفاصيل بتاعتها. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك، اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك او اشتراك في القناه. نفتح الورقه دي كده ونشوف ايه الموجود تحتها. طبعا الساعه مقاسها 49، ده مقاس الاستراب بتاعها، وهي مقاسها برضو اسمه كده لان هي حجمها كبير شويه. طبعا يعني مش هقول لك على الماتيريال اللي موجوده فيها لان بصراحه ممتازه جدا، وفيها شويه اخرام كده بصراحه مش عارف هي بتاعت ايه غير بتاعه المايك وبتاع السماعه. فعندك هنا مسامير من ورا، وطبعا مسمار او زرار اللوك شغال برضو معاك 100. الخام اللي هنا زرار اللي هو الاختصار، في عندك هنا الزرار اللي هو الاساسي والزرار اللي هو البكره، طبعا البكره بتكون شغاله. الشاشه عندك هنا ضد الخدش طبعا سوبر امل، والمفروض ان هي الساعه دي تكون ضد الميه. انا بصراحه ما برشحش اي حاجه لو هي ضد الميه برضو تحطها من الحاجات دي. السمارت ووتش عامه ما تحطهاش في الميه، او حاول ان انت تكون شغلك خفيف جدا على كاتب الميه. لو غسلت ايدك عادي جه عليها شويه ميه الموضوع هيمشي مظبوط، اما لو وقعت في ميه بقى استحميت بيها الموضوع ده بصراحه صعب شويه، ممكن يبوظ منك. تاني حاجه نشوف بقى الساعه كده من جوه عامله ازاي. ندوس على الزرار الكبير اللي قدامك ده هيفتح لك طبعا الخلفيه دي، وطبعا في خلفيات تانية كتير، بس الفكره ان انت بتغيرها بضغطه مطاوله كده تغير الخلفيه اللي انت عايزها. في خلفيات كتير طبعا، ممكن انت تغير الخلفيه اللي انت عايزها من الابلكيشن. طبعا وير فيت برو عايز تحط صورتك برضو الموضوع بالنسبه لك سهل، ممكن تحط صورتك عادي جدا. لو دوسنا على الزرار ده تاني اللي هو البكره، هتلاقي قدامك الشكل اللي انت شايفه ده اللي هو القايمه عامه، القايمه وما فيها. طبعا التاتش بتاعها ما شاء الله كويس جدا. انا يعني احلى حاجه في الساعه دي هي الشحن بتاعها، سيبك من كل ده، الشحن بتاعها بصراحه ممتاز جدا، البطاريه بتاعتها عاليه. دي تجربه بقى انا مجربها فعلا، الشحن بتاعها عالي جدا، يعني لو شحنتها 100% ممكن تقعد معاك مثلا استخدامك اسبوع مثلا، لو استخدام بسيط خفيف. استخدام بقى حسب شغلك انت، يعني انت ممكن تخلصها في ساعه واحده. اللي ممكن اشغل اغاني مثلا، اشغل على اتصالات، حاجات من الشغل ده يعني بيستهلك
شغل من البطاريه اكتر، فبيخلص لك البطاريه بتاعتك. فنيجي مثلا اهم حاجه طبعا الاعدادات، ونشوف الاعدادات ايه اللي موجود فيها. طبعا معلومات الشخصيه دي طبعا انت ممكن تضيفها، وزنك بقى، طولك، حاجات كتير جدا عشان الحاجات الصحيه بتاعتك او الرياضه. في عندك يخبر طبعا، هي بتدعم اللغه العربيه ده اكيد. في عندك هنا بقى ايه، اخفاء الاخطار، في عندك هنا موجة الاخطار، ده الحاجات الاشعارات اللي بتجيلك بره. في عندك ننزل كده الاكثر استعمالا، دي حاجات برضو انت يعني ايه تقلب فيها براحتك، وده عدم الازعاج. عرض شاشة السطوع دي برضو الشاشة نفسها بالظبط زي التليفون العادي. فعرض الاب، الشكل اللي قدامك ده قائمة الاب، ماشي. دي شكل التطبيقات بره بيكون عامل ازاي، يعني انا خليه اللي هو الخلوي ده اللي هو شكل الدوائر ومنبثقه من بعضها كده. فدي شكل القائمه من بره، انت عايز تخلي المنظر بتاعها عامل ازاي. طبعا الاصوات واللمس، في عندك كلمه المرور، في عندك التعريف الرئيسي، دي غادر، حاجات كده من اللي هي طبعا الزرار اللي هو في الجنب. في عندك البطاريه طبعا هي فيها نظام ان هي تحافظ لك على البطاريه وقت اطول. في عندك النوم، في عندك الرياضه، في معدل ضربات القلب، في سجل النشاط بتاعك اللي انت عملته طول اليوم، ساعه بجانب السرير. دي بصراحه يعني لما تشحنها موجوده عندك بتظبط لك منبه مثلا انت عايز تصحى امتى. فهي بتكون اضاءتها خفيفه شويه بالليل، حاسس ان انت مثلا عايز تصحى بالليل تشوف الساعه عامله ايه او الساعه كام، هتبص بس في الساعه بتاعتك هتلاقيها منوره. ودي بصراحه يعني حاجه بتاكل برضو من البطاريه شويه، فما انصحش بيها كتير يعني. فلو رجعنا لورا كده ممكن طبعا نتكلم عن الحاجات بقى اللي هي زي الميه اللي في الجسم، نبضات القلب، الهواء، الحاجات دي كلها شغاله فعلا وهي بتقيس. بس زي ما قلت لك طبعا مش هي دي اللي هتعيشك حياتك ان انت تعمل عليها البحث ده. وطبعا في هنا اللوكيشن، طبعا في زي ما بيقول لك قدامك اهو، بيقول لك هنا خرائط. طبعا حاجه ممتازه، ومش هتلاقي معظم الساعات التانية ان هي فيها خرائط اصلا. فده طبعا بيشتغل من الابليكيشن بتاعها. وطبعا الموضوع هتلاقيه برضو في البرنامج او في الفيديو اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، بيتكلم عن الحاجات دي. فيها برضو لعبه. وطبعا انا يعني بصراحه مش عايز لعبه، او انا هستفاد ايه بلعبه من الشغل ده، فمش قصتنا. نرجع تاني، في عندك الساعه، في عندك اللوك، في اغاني، في الاهتزاز، في كاميرا، في حاجات كتيرة عامة يعني. فالفكرة برضو ان احنا رجعنا لورا كده، سحبنا من الجنب، في عندك اخر حاجات انت استخدمتها بتظهر لك كده بالظبط زيها زي الاشعار اللي فوق لما بتسحب تليفونك كده. الاشعارات اللي فوق نظامها ايه، بيكلمك يعني مثلا الوقت، التاريخ، اليوم، الجو عامل ازاي، التطبيقات اللي تستخدمها في الاخر. لو سحبت من تحت كده دي حاجات طبعا الاشعارات اللي انت ممكن تستخدمها. طبعا البطارية هنا 53%. في دي لو انت عايز تخلي وضع التشغيل دائم، ودي طبعا بيقلل من عمر البطاريه زي ما هو كاتب لك بالظبط كده. دي طبعا رفع المعصم، ودي برضو ما بحبهاش. انا بالنسبه لي ما بحبهاش لان هي برضو زي ما بقول لك البطاريه بتخلص معاك بسرعه. وده طبعا الوضع الليلي بس بيتم طبعا كتم الصوت والمكالمات والاشعارات بدون الاهتزاز، ودي حاجه كويسه برضو. في عندك هنا اللوك، وفي عندك حاجه زي كده لا يوجد رمز، طبعا يرجى فتح التطبيق الاول. معظم الحاجات دي اصلا بتشتغل من التطبيق، يعني اي حاجه من الحاجات دي لازم تظبطها على البرنامج الاول عشان تشتغل معاك. لو سحبنا من الجنب كده طبعا هيجي لك معدل ضربات القلب زي ما انت شايف. طبعا لازم مش هيشتغل الا لما تحطه على ايدك، مش هيقيس اي حاجه غير لما تحطه على مسام من ايدك. سحبنا كده برضو عندك الاغاني، في عندك هنا التنفس، في عندك هنا سجل النشاط، في موسيقى. طبعا الحاجات دي كلها اختصارات. فتقريبا كده انا مش شايف حاجه تاني ممكن نتكلم عنها في الساعه نفسها. دي طبعا بيجيلك اشعارات من كده. فعايز اكلمك برضو على حاجه اللي هي النظام الواتس او الفيسبوك او تويتر او اي ابلكيشن موجود عليها. هنا هو بيجيب لك اشعارات، يعني انت برضو مش هتفتح جاي لك صوره تشوفها الكلام ده، لا انت تفضل ممكن ترد من الساعه نفسها. تمام. وهنا الزرار اللي هو اللي في الجنب الكبير ده كل شغلانته ان هو بيجيب لك اخر تطبيقات برضو انت استخدمتها زي التليفون بالظبط. زي ما انت شايف كده زي التليفون بالظبط، اخر تطبيقات انت استخدمتها.
بيجيبها لك من الزرار ده. طبعا زرار اختصار بيجيب لك الحاجه اللي انت عايز تختصرها. انا عاملها طبعا رياضه زي ما انت شايف كده، الحاجات اللي انا عايزها بتكون موجوده بسرعه. فنتكلم عن حاجه برضو تاني مهمه، وهو السعر بتاعها. السعر بقى يعني ممكن انت تشوف اسعار تانية مختلفة، بس انا ما انصحكش ان انت تجيب حاجة اقل من 1400 جنيه. يعني اقل من 1400 جنيه ده يعني حاسس ان هي مشكوك فيها شوية. فهي في حدود ال 1400 جنيه ل 1450 1500، ممكن يزيد وممكن يقل. طبعا ساعة الالترا دي دلوقتي نزل لها السكرينة، ونزل جراب، ونزل كفر ليها، فكل الحاجات دي متاحة. طبعا اول حاجة بنصحك فيها وهو سكرينة، تجيب سكرينة للشاشة، عشان الشاشة مجرد ما بتبوظ صعب ان انت تصلحها، لو صلحتها تصلحها بسعر عالي شويه. وبس تقريبا انا كده اتكلمت عن كل حاجه او معظم الحاجات اللي موجوده في الساعه دي. فلو عندك طبعا اي استفسار، اي سؤال عن الساعه دي او اي ساعه تانية، سيبها لي في الديسكريبشن تحت هنا، او عندك طبعا الفيسبوك، الانستجرام، الواتساب، ابعت لي على اي واحد من دول وانا معاك. وطبعا ما تنساش بلايك او اشتراك في القناه، وطبعا فعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. طبعا لو عايز الساعه دي او عايز ان انت تشتريها او عايز مكان كويس، انا موجود عندي الساعه عامه، فلو عوزت منها ممكن تطلبها من عندي على الانستا. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي حاجه بالنسبه للبرنامج بتاعها، ففي كذا فيديو عندي على القناه، فممكن تقلب كده وتشوف الفيديو اللي انت عايزه، فهتلاقي طبعا الرد بتاعك. ما لقيتش الرد بتاعك، فزي ما قلت لك تعالى لي تاني، وان شاء الله اوصل للحل اللي انت عايزه. وتقريبا كده احنا وصلنا لاخر الفيديو، فاستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. زي ما بقول لكم دايما فكروها صح.